يا مساء الهنا. احلى الاكلات اللي بتبقى سهله وبسيطه. النهارده هنعمل اكله سهله وبسيطه جدا تمشي معاكي لو عايزه تقدميها طبق رئيسي، وكمان لو عايزه تقدميها طبق جانبي هتمشي معاكي سلطه حلوه جدا. جربي الوصفه ان شاء الله هتعجبك قوي. معايا شرايح بتنجان، اللي هو البتنجان الرومي اللي هو الكبير، مقشراه كويس ومقطعاه شرايح زي ما انتم شايفين، وطماطميتين مقطعاهم نصين او 4/4، واربع فصوص توم، وفلفل حامي او بارد على حسب رغبتك. بغطيهم 5 دقايق بالظبط على نار هاديه. وعلى فكره انا حاطه شويه من زيت قليلين كده، زيتون او عادي براحتك خالص. احلى حاجه فيها ان هي بتاخد زيت قليل جدا. بمنتهى البساطه هشيل قشره الطماطم كده ونقدر نقشرها من البدايه خالص، مفيش مشكله. انا حطيت قرن فلفل حامي زي ما انتم شايفين. بالشوكة بقى او بالهراسة او بكوباية، اي حاجة عندك تعرفي تهرسي بيها، هي ما بتاخدش وقت ولا مجهود خالص. اكلة في 5 دقايق على النار هتعمليها وتبقى تحفة، جربيها حلوة قوي. حطي بقى الملح على حسب رغبتك وشوية صغيرين من الكمون، وممكن تحطي كزبرة، وهنحط عصرة ليمون كبيرة كده، شوية يعني ليمونتين او حاجة. واقلب الكلام ده مع بعضه. الاكله الاصليه اللي انا شفتها بيتحط عليها دبس الرمان، بس يا جماعه احنا عايزينها اكله شعبيه كده سهله، فما رضيتش احط دبس رمان، وبصراحه ما عنديش اصلا خلصان. ورغيف عيش بقى وبالف هنا وشفا. جربوها، ما تنسيش لو اول مره تشوفيني يا ريت تتابعيني. انا سميره وده مطبخي.